نبدأ على بركة الله نقول مكوناتنا. طبعا أول حاجة معانا 3/4 كوباية من الحليب أو اللبن، باكو فانيليا. ده الصوص ده هنعمله علشان نحطه على الكيك بعد ما يطلع من الفرن. ما يبرد كده هنحطه عليه عشان يزين بيه. هنحطه بنص كوباية زيت اللي هو الجناش الاقتصادي اللي احنا كنا عملناه معاكم قبل كده، وبرضه هحاول اعمل لكم احط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. نص كوباية كاكاو خام، حسب ما انت حابه، ممكن تعملي نص الكميه دي، نص او ربع الكميه براحتك خالص، حسب ما انت تعملي الكيك بتاعك. ونص كوبايه سكر. هنقلب المكونات كده على البارد، وبعدين هنحطها على النار تغلي معانا غلوتين كده. لما تعمل بقبقه كده بنشيلها ونحطها على جنب تبرد، علشان لما نخلص الكيك باذن الله ونيجي نزينها، علشان نحتاج نحطها فوق الكريمه عشان الكريمه ما تسحش معانا. فاحنا بنعملها قبل اول حاجه ونسيبها تبرد في على جنب كده. حطيناها على البوتاجاز لما بدأت تنعم معانا خالص زي ما انتم شايفين. صوص جميل جدا واقتصادي. زودت لها شويه من الحليب، يعني حوالي كوبايه من الحليب علشان ما تكونش تقيله معانا. كل ما لو لقيتيها تقيله زودي لها حليب، مفيش اي مشكله خالص. ما شاء الله، كان طعمه في منتهى الجمال. الجنش الاقتصادي ده جميل جدا وناعم، وزي ما انتم شايفين حابه تضيف عليه معلقه زبده بيديله لون حلو قوي، يعني بتديله لمعه جميله. لو عندك زبده حطي معلقه، ما عندكيش مفيش اي مشكله. هتبدا تعمل بكبكه كده معانا. هنشيلها بقى من على البوتاجاز ونحطها في طبق، يعني طبق يكون على جنب كده، صيني او حاجه، يبرد براحته خالص. اهي شايفين بسيط خالص الجناش ده، وسريع وطعمه. لو عندك برضو قطعة من الشوكولاتة ممكن نحط معاها قطعة من الشوكولاتة الدارك، او شوكولاتة اللي هي البني، جميلة جدا برضو بتدينا طعم وسمكه حلو قوي. زي ما انتم شايفين كده، انا حطيت الجناش بتاعي لما داب خالص وبدأ يبقبق كده. هنشيله بقى من على النار ونحطه زي ما قلنا في طبق على جنب، وندور بقى علشان نشوف هنعمل الكيك بتاعنا ازاي. هنبدأ كده على بركة الله. طبعا الكيكة بتاعتنا دي النهاردة ببيضة واحدة، وإن شاء الله هتعجبكم جدا. دي كيكة الخلاط، ومكونات بسيطة وموجودة في كل بيت. طبعا هنبدأ على بركة الله نقول مكوناتنا. هيكون معايا كوباية ونص من الدقيق، هيكون معايا معلقة بيكنج باودر، هيكون معايا معلقة فانيليا، هيكون معايا نص كوباية كاكاو خام، كوباية إلا ربع سكر، بيضة وعليها معلقة خل، كوباية حليب، طبعا 200 جرام، الزيت 3/4 كوباية من الزيت. طبعا الوصفة دي سهلة خالص وبسيطة وبإذن الله هتعجبكم. أول حاجة بقى هنجيب الخلاط بتاعنا علشان نخلط فيه كل المكونات السائلة، وهنقدر نشتغل بالمضرب اليدوي، مفيش أي مشكلة خالص. كيكة بسيطة وسهلة وإن شاء الله هتعجبكم. طبعا هنجيب الخلاط بتاعنا ونحط فيه الزيت والسكر والحليب والبيضة على الخل، وإن شاء الله هنضربهم ضرب كويس لحد ما اللون بتاعهم يتغير والسكر بتاعنا يدوب، علشان نضيفهم على المكونات الجافة. وإن شاء الله الكيكة دي ما تاخدش معاكي 10 دقايق، وإن شاء الله هتكوني عاملة أجمل كيك بإذن الله. طبعا حطينا كوباية الحليب والزيت والبيضة، وطبعا معلقة الخل اللي على البيضة، وهنضربهم كويس جدا لما السكر بتاعنا يدوب والبيضة تمتزج مع المكونات. وهنيجي علشان طبعا نضربهم بالمضرب اليدوي. طبعا ممكن احط المكونات الباقية عادي، بس انا حبيت ان انا يعني اسرع الموضوع، احطه في البول وتبقى سهلة وسريعة عليكي بالنسبة لك كمان. زي ما انتم شايفين كده بضربه ضرب كويس جدا حوالي 5 دقايق لما اللون بتاعهم يتغير. زي ما انتم شايفين بدأ اللون يفتح، انا مسرعة الفيديو كده. ضربناهم ضرب كويس اهو. جبت البولة بتاعت اللي انا هعمل فيها، شايفين اللون بتاعهم فتح خالص. هجيب بقى الحليب بتاع الدقيق بتاعي، طبعا هنخله هو والكاكاو الخام عشان ما يبقاش فيهم اي تكتلات. طبعا الكوبايه ونص من الدقيق هنخلهم كده على المواد السائله بتاعتي. وهجيب الكاكاو الخام والبيكنج باودر. طبعا بضيف بقيت باكو الفانيليا، ان يعني كنت حاطه على البيض حاجه بسيطه وكملت الباقي طبعا على الدقيق.
يجي معلقة فانيليا كده كبيرة، وطبعا حطيت معلقة بيكنج باودر زي ما انتم شايفين. وطبعا هضرب المكونات كلها كده. طبعا من هنخل الدقيق والكاكاو الخام علشان بيبقى فيه تكتلات، علشان الوصفة بتاعتنا تطلع ناجحة والكيك يطلع هش. وان شاء الله هيعجبكم جدا باذن الله. كيكة جميلة جدا وما اخدتش معايا وقت خالص. ما شاء الله. وعملت كمان يعني كمية من كوباية ونص من الدقيق وبيضة. عملت كمية حلوة يعني صينية كبيرة قوي وجميلة، كفت العيلة كلها وفاضت كمان منها. وما شاء الله يعني ما اقتصادية جدا جدا بكل معانيها ما شاء الله. كل المكونات دي موجودة طبعا في البيت. طبعا حطيت نخلت الدقيق وطبعا بضربه بمضرب اليد وكده، مش محتاج مضرب كهربائي ولا اي حاجة. مع عامة اي كيك يعني يومي كده مش محتاج مضرب كهربائي، كله بالمضرب اليدوي كده بيبقى سريع وبيطلع ناجح كمان. شايفين القوام بتاعها ما شاء الله، لون لامع وجميل. والكيك كمان لما حطيته في الفرن طلع برضو في لمعة جميلة. شايفين القوام بتاعنا جميل قد ايه. طبعا بسرع لكم الفيديو علشان ما اطولش عليكم. طبعا بفضل اضرب فيها كده حوالي 7 دقايق 8 دقايق لحد ما القوام بتاعنا يلمع كده ويبقى شكله جميل. شايفين القوام؟ عايزاه بالقوام ده. ما شاء الله. شكله جميل جدا. طبعا هيكون عندي صينية. طبعا عندي صينية حوالي 26 طبعا، مقاس متوسط، لا هي عالية قوي ولا هي قليلة. شايفين قوام الكيك لا هو تقيل قوي ولا خفيف، ما شاء الله قوام جميل جدا. طبعا بندهن الصينية بتاعتنا معلقة من الزيت كده بالفرشة، وبنحط الخليط بتاعنا، مش محتاجين ورق زبدة ولا اي حاجة. طبعا بننزل الخليط كله كده، ودرجة حرارة الفرن هنكون مشغلين الفرن قبلها ب3 دقايق بس ما يزيدوش، او بدقيقتين، علشان انا مش عايز الكيك يدخل الفرن ياخد حرارة سريعة من الوش وما يستويش من جوه حلو. طبعا لما بتشغل الفرن كده على نار متوسطة قبل ما يدخل الكيك بتاعك بيطلع ناجح 100% بإذن الله. طبعا حطها على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180 ان شاء الله. بعد ما هنشغل الفرن من تحت بس، وبعد ما يطلع هنوريهولكوا شكله ايه. طبعا حبايب قلبي الكيك بتاعنا طلع من الفرن. طبعا اختبرته بطرف السكينة كده، وكان طبعا الخطوة دي اختيارية، ممكن تحطيها ممكن لا. كان عندي ربع كوباية من الحليب كده، حبيت ازود طراوة العجينة الكيك بتاعنا، مع انه ما شاء الله طري جدا مش محتاج اي حاجة. آه، سبته كده حوالي 3 دقايق يشرب الحليب كده. وشايفين الطراوه بتاعته ما شاء الله في منتهى الجمال. هنيجي بقى نعمل البودنج بتاعه علشان طبعا نديله طبقه جميله كده، وان شاء الله تديله طبعا طعم اجمل كمان. هو مش محتاج اي حاجه. طبعا حبايب قلبي انا جبت الكريمه بقى، معلش لان كان الجو حر جدا فما قدرتش اشتغل في الحر، فعملته بالليل. يعني بعمل الكيك واسيبه شويه لما الجو يهدى كده في المطبخ، لان عند المطبخ حر جدا، علشان الكريمه بتاعتي ما تسيحش. جبت الكريمه بتاعتي حطيتها على الكيك كده، شلت الورقه طبعا بتاع الزبده، ولو انت ما عندكش ورق زبده مفيش اي مشكله. وحطيت الكريمه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده بالراحه. الكريمه طبعا انا ضرباها، حط عليها معلقتين كاكاو ومعلقتين شوكولاته. لو عندك نوتيلا، احنا طبعا عملنا الكريمه معاكم قبل كده كتير. الكريمه كوبايه كريمه عليها نص كوبايه من الميه، ولو هي ما فيش فيها سكر بحط لها نص او تلت كوبايه سكر، حسب ما انت بتحبي السكر بتاعها. وتضربيها وتشوفي القوام بتاعها. في كريمه بتبقى تقيله بتاخد ميه كتير، وفي كريمه بتبقى عاديه ما بتاخدش ميه كتير. اهم حاجه ان الكريمه بتاعتك كنت بتضربيها ما تمطش معاكي. لو مطت معاكي تعرفي ان هي محتاجه لسه ميه، تضربي فيها وتزودي ميه مثلجه بتلج طبعا، علشان الكريمه بتاعتك تطلع يعني منفوشه كده، ما تكونش تقيله ولكمه ببعضها او سايحه. اهم حاجه الكريمه، تظبطي الكريمه ازاي؟ ان انت تشوفي الكريمه لو مطت معاكي تعرفي ان هي محتاجه ميه. جبت بقى طبق فل من اللي عندي. طبعا دي الادوات دي بعملها علشان اللي ما عندهاش ادوات تزيين. ده طبق فل من بتاع الاكلات اللي بنعمل فيه الاكل بقى بتاع السريع ده.
بتاع الافراح والحاجات دي. ده طبق عندي قمت مسويه بيه الوش زي ما انتم شايفين طبعا، وهنمسح الاحرف دي بالمناديل، ونسوي الوش كده علشان نحط عليه الصوص الشوكولاته اللي احنا عملناه. طبعا حطيناه يبرد على جنب، وطبعا سريع خالص وجميل وكان في منتهى الجمال. طبعا الجو حر جدا، حاولي لما انت بتشتغلي الفرن بيبقى مسخن المطبخ طبيعي، ما تشتغليش خالص الا لما الجو يهدى كده وتلقي الجو جميل حواليك طري وحلو، علشان الكريمه بتاعتك ما تسحش منك والدنيا تبوظ معاكي والوصفه تطلع مش مظبوطه. حاولنا نساوي الكريمه على قد ما قدرنا، ناخد الشكل الناعم الحلو كده علشان الملمس الجميل، علشان لما نيجي نقطعها تبقى مظبوطه كده. هنخلصها بقى تجليس وبعدين نيجي معاكم باذن الله واحنا بنحط الصوص الشوكولاته. كده حبايب قلبي خلاص نضفنا الصينيه بتاعتنا، جبت الصوص بتاعنا، شايفين اللمعه اللي فيه جميله ما شاء الله، جميله جميله في منتهى الجمال، وطعمها كان في منتهى الجمال. زي ما انتم شايفين عندك قطعه من الشوكولاته وبتحط قطعه بتدوب كده بتدي لها طعم جميل جدا. انا كان عندي قطعه وحطيت عليها مكعب من الزبده، عطيلها لمعه حلوه قوي. كل الحاجات دي بتساعد ان الجناش بتاعك يبقى له طعم جميل. لو ما عندكيش بتعملي الجناش الاقتصادي عادي خالص بيطلع جميل في منتهى الجمال. احاول اسوي كده الاحرف بتاعتها. طبعا زي ما انتم شايفين بفضل اسوي الشوكولاته بتاعتي على وش الكيك عشان يديلنا شكل كده جميل، وبنزينها تزيين بسيط خالص. عندك كريز، عندك فول سوداني، عندك مكسرات، اي مكسرات، عندك جوز هند، حابه ما تزينهاش خالص طبعا التزيين ده يرجع لك انت، بس انا حبيت اكسر اللون فحطيت عليها كريز اللي هو الصناعة مش الطبيعي. هحاول اسوي كده الشكل ونيجي معاكم باذن الله علشان تشوفوا وانا بقطع الكيك ده طري قد ايه وناعم قد ايه ما شاء الله في منتهى الجمال، علشان ان شاء الله تجربوه. وطبعا ببيضه واحده عملنا الكميه الكبيره جدا دي، عملت معايا حوالي يجي 17 قطعه من الكيك. جميله جدا والله ما شاء الله، كل العيله اكلت منه وكمان هنوزع على الجيران. جميل جميل ما شاء الله، وبيضة واحدة كده بعد ما جلسناها بالشوكولاتة. جينا بقى علشان تشوفوا بعد واحنا هنقطعها. شايفين الطبقات جميلة جدا ما شاء الله ممتازة. هنقطعها معاكم ونشوف سهلة قد ايه في التقطيع وطرية وما شاء الله مش محتاجة اي حاجة بعد كده. طبعا زي ما انتم شايفين جبت السكينه بتاعتي، هنقطع بقى كده تقطعات بسيطه خالص، خلي بالك لان لسه طريه. فالكريمه والشوكولاته الدنيا كلها ما شاء الله ناعمه معانا خالص، والتقطيعه جميله جدا وبسيطه خالص مش محتاجه اي حاجه. هنخلصها وان شاء الله نوريها لكم بعد التقطيع شكلها ايه. كده حبايب قلبي بعد ما قطعنا الكيك بتاعنا ما شاء الله زي ما انتم شايفين شكله جميل جدا، اكتر من مش 17 كمان، حوالي 20 او 25 قطعة من الكيك بتاعنا. كيك جميل جدا وناعم جدا وكان هش ما شاء الله وفي منتهى الجمال. هنقطعه كده ونوريكم ان نطلع كده منه قطعتين تشوفوهم. زي ما انتم شايفين حبايب قلبي طلعت قطعتين، هزينها كده بالكريز بسيط خالص، تزيين بسيط. اللي حابب يحط جوز هند، مكسرات، اي حاجه انتوا حابينها. زي ما انتم شايفين كده الكيك جميل جدا مش محتاج اي تزيين. يا رب يعجبكم. وطبعا هنوريكم بقى الطراوه بتاعته قد ايه جميله وقد ايه ما شاء الله مش محتاجه اي حاجه غير كوبايه شاي كده و بإذن الله بألف هنا للي هيجربها ويعملها وتطلع ناجحة معاه إن شاء الله. هجربوها.